الاول ما لحقش يعمل اطالات. الجون في الدقيقه 44 يا كابتن، واول لمسه بالرغم انه جاب الجون يعني شاط كمان يعني انما عايز اوريك قد ايه عضلته بسم الله ما شاء الله سرحه، وقد ايه ملتزم في انه يعمل الاطاله بذمه وبضمير. بالظبط. احنا كان في ايامنا لعيبه تبص تلاقيها يعمل اطاله تهرب من انها تعمل اطاله، وفجاه تبص تلاقيها تديها ماتش تضرب عضلتها من ورا. صحيح. الاخلاص في التدريب هو الاساس يا كابتن. مظبوط. وده درس للناشئين والشباب اللي بيتفرجوا علينا وعلى احمد حسن. والحقيقه احمد حسن قلت 8 اهداف، هو 7 بس. هو 7 اهداف. هو عموما انت اللي متحمل المسؤوليه، احنا ما عندناش الارقام. لا هو انا قلت 7 يا كابتن زي ما الكابتن مصطفى قال فعلا. هم 7 اهداف بالفعل. طيب يعني واحنا بنشاهد هذه اللقطات، وبعد شويه هجيب لكم هايلايتس ثانيه يعني من الاهلي برضو، يعني في كلمه اخيره او في كلمتين اخيرتين. كابتن مصطفى، اذا حبيت تعقد مقارنه بين رزاق وبوبا، اي منهما تفوق على الاخر النهارده، او اي منهما بتعتبره اضافه حقيقيه للفريق؟ ده بوبا دوت النيجيري لاعب الجونه اللي كان في الشرطه وكان في المقاولين قبل كده. لا بوبا اقوى، وبوبا اخف، وبوبا اسرع، وبوبا افيد. رزاق عينة فابيو جونيور تقيل، والكرة لا تحتاج التقل دلوقتي. هو ممكن بحجمه ده يبقى محطة في القلب، لكن عشان يجي من تحت اعتقدش ان هو يقدر يعمل. بوبا راس حربة. مظبوط. نعم. مظبوط. نعم. يعني عايز اقول ان بوبا النهارده هاني ما ادالوش فرصه اطلاقا انه يعمل حاجه. بوبا كان ممسوك، يمكن رزاق ظهر بصوره افضل. ده كريم الحسن ده ولا ده كريم هيقضيها تسخين السنه دي. نعم. شكله هيسخن كتير بالظبط. ما اعرفش، لان في الحقيقه نادي الزمالك في القلب عنده لعيبه هايله جدا. يعني عنده محمود فتح الله، وعنده هاني سعيد، وعنده صلاح سليمان، وعنده مجموعه في الحقيقه غير اللعيبه اللي في الناشئين. يعني ما اعرفش، هم بيفكروا يمشوه بس مش عارفين يسوقوه. ما هي دي المشكله يا كابتن، انك انت تاخد، ما عادش حد بياخد من سيديهات يا كابتن. اذا ما كنتش تاخد اللي بتتفرج عليه. يعني مثلا انت نجيب واحد يجي يقول لك ده اللعيب ده كان بيلعب مش عارف فين، ويجيبوا سي دي وقصه كده، مش يعني هي قصه مش كده قصه. وبعدين نيجي في الاخر تلاقي الانديه ما بتقدرش تدفع للعيبه اللي بتبذل مجهود يا عيني وبتتعب الغلابه وبتاخد ملاليم وبتتعب وبيطلع عينيها في الملعب. يعني بيطلع عين اللعيبه دي في الملعب، تيجي تبص تلاقي الفلوس ضايعه في الانديه الكبيره، الاهلي ولا